السلام عليكم. بعد تحديثات المايكون اللي حصلت والمفاجآت العظيمة اللي حصلت، خليني أقول لكم واحدة من أقوى الباقات والعروض اللي نزلت في تاريخ الشركة تقريبا وتاريخ البيع المباشر كله. خلينا نشرحها كده سريعا مع بعض. تعال نقراها. بيقول لك الباقة دي طبعا بتديك رقم واحد نيو برودكت اند كورسز ويز اميزنج ديسكاونت، يعني انت بتاخد حسب اللي انت عايز تاخده طبعا بديسكاونت كبير جدا جدا جدا. رقم اتنين، انت في مؤتمر اسمه كلايماكس هيتعمل السنه اللي جايه. المؤتمر ده التيكت بتاعته $350، فانت هتاخد 2 فري تيكت اصلا بسبب الباقه اللي انت تشتريها دلوقتي. النقطه الثانيه، بتاخد حاجه اسمها الباور ليج. يعني ايه الباور ليج دي؟ دي يعني الشركه من الاخر كده بتدي لك نقط مبيعات، كانك بعت للشركه، كانك بعت لها بحوالي $65,000. هتاخد عليهم اللي هم ال $65,000 دول، لو انت بعتهم فعلا المفروض تستحق 20,000 نقطه. النقط دي بتتبدل في الاساس لفلوس. هنا الشركه بتقول لك انا هديهم لك اصلا كهديه، بس مش هبدلهم لك كفلوس، لا، انا هقول لك انا كده اديتك نص المجهود، انت ابذل النص التاني وخد الفلوس. يعني من الاخر كده انت هتبدا تكسب من الشركه بنص المجهود. يعني لو انت عايز تعمل مجهود معين عشان تكسب مثلا $100، هتعمل نص المجهود تكسب نفس ال $100. ده كده انت خدت 20,000 نقطه من المبيعات. طيب، النقطه اللي بعدها، يعني انا هسيب دي في الاخر بصراحه، الفاوندر تشير هسيبها في الاخر. طيب، النقطه اللي بعدها حاجه اسمها التريبل ترافل بوينت. الشركه عندنا يا جماعه كل سنه بتنزل رحله. الرحله دي بتبقى ليها تارجت وبتبقى مجانيه للناس اللي بتحقق التارجت بتاعها. فانت بتجمع حاجه اسمها نقاط السفر. فالشركه بتقول لك هنا هتاخد 3 اضعاف نقاط السفر، يعني بمجهود قد كده انت تقدر تعمل تحقق الرحله دي بسرعه. يعني الرحله في الطبيعي ممكن تحتاج منك 6 مبيعات، لكن بسبب الاوبشن ده تحتاج منك 2 مبيعتين بس، باقتين فقط لا غير. والحاجه الاخيره حاجه اسمها الماني باك 100% في 30 يوم. يعني ايه؟ بتقول لك ايه؟ ثمن الباقه نفسها، لو انت اجتهدت وحققت وكسبت نفس الرقم اللي انت دفعته، انا كشركه هرجع لك اللي انت دفعته. تمام كده؟ تمام. فدي نقطه مهمه جدا جدا، ده عرض عمره ما حصل، اول مره يحصل. طيب، خلينا نتكلم عن الفاوندر شير، ودي اخر حاجه سبتها في الاخر، لان دي يا جماعه انت مش مجرد موزع للشركه، مش مجرد شخص خد توكيل الشركه، انت هنا شخص ليك حصه في يعني بتشارك الشركه في حصه 2% من مبيعاتها على مستوى العالم. وخلينا نفهم بس الحته دي عشان الموضوع ده يعني مهم جدا. بص يا جماعه، الشركه في الطبيعي بتعمل مبيعات، صح كده؟ المبيعات دي انت وغيرك من الموزعين والحاجات اللي بيعملوها. فالشركه دي بتعمل ايه؟ بتقول لك ان انا كل ربع سنه، ادي السنه متقسمه 4 كوارترات اهو، كل Q1 Q2 Q3 Q4، 4 كوارترات كل 3 شهور يا جماعه بربع سنه. الشركه بتقول لك ان انا بستقطع نسبه 2% من المبيعات اللي تحصل في كل ربع سنه. وال 2% دي اللي هي شايفين الدايره الصفراء دي كده المبيعات كلها، والحته الحمراء دي مثلا 2%. ال 2% دي بتتوزع على كل الناس اللي هم الفاوندرز. طيب، هو يعني ايه فاوندر؟ تعال بقى نجيب الليله كده من اولها ونفهم يعني ايه فاوندر. بص كده بقى يا سيدي الفاضل، انت باختصار اي شركه بيع مباشر يا جماعه، البيع المباشر ادي الشركه وادي المستهلك. تمام كده؟ في البيع التقليدي الشركات بتعتمد على وجود دعايه واعلان ووجود ايه؟ منافذ بيع، محلات والكلام ده كله. في البيع المباشر بقى بيلغوا الاثنين مع بعض، ولا في دعايه ولا في منافذ. فبالتالي المستهلك بالنسبه لنا هو الاساس. طيب، شركه بيع مباشر لما بتفتح لاول مره، يعني نفترض ان النهارده كده تاريخ ولاده شركه بيع مباشر جديده، هل الشركه الجديده دي عندها ما تعملش دعايه؟ خلاص ما فيش دعايه، بتشتغل بالورد اوف ماوس، فبالتالي ما فيش اصلا عندها، ما حدش يعرفها، صح كده؟ فعشان كده الشركات في البدايه بتعمل ايه يا جماعه؟ بتاسس حاجه كده اسمها مين؟ المؤسسين او الفاوندرز. المؤسسين دول بياخدوا امتيازات خاصه، دي ناس اللي بتبدا في اول شهر شهرين، اول 3 شهور بالكتير في اي شركه بيع مباشر. الناس دي هم اللي بيكون لهم القدره او الفرصه ان هم يحصلوا على نسبه ال 2%، تتوزع عليهم كلهم مع بعض، اللي احنا قلنا عليها لو شايفين كريم فوق في الدايره، ايوه هي دي. طيب، الناس دي بيحصلوا على الحته دي لما بيبنوا الشغل مع الشركه. فبالتالي دول الناس اللي اتبنت على كتافهم وعلى دراعهم الشركه في بدايتها. فبالتالي الناس دول لازم يكون ليهم كده ايه، يعني معامله خاصه. دول الفاوندرز، دول المؤسسين بتوع الشركه. تمام. وعلشان الشركه تتاكد ان الناس دي بتبني معاها الموضوع، بتحط شرطين، اي حد يحقق الشرطين هو بياخد حصه من ال 2% اللي بيتم استقطاعها دي. الشرط الاول ان هو اصلا يبقى من ضمن الناس المؤسسين، الفاوندر. كده كده الباقه اللي انت بتاخدها نفس السعر، هو سواء كنت فاوندر او مش فاوندر. الفاوندر دي فرصه بتكون ليها علاقه بالتوقيت اللي تم شراء الباقه فيها، ما يكونش لها علاقه بالسعر. يعني نفس الباقه اللي بيشتريها اي حد في اي وقت وما يبقاش فاوندر، هي نفس السعر، مفيش اختلاف. طيب،
فانت لو كنت واحد من المحظوظين في تاسيس الشركه ومؤمن برؤيتها وفكرها للمدى البعيد، فانت الشرط الاول كده بالنسبه لك تمام اتحقق. طب الشرط الثاني، الشرط الثاني هو تارجت مبيعات بسيط خالص ب 1000 نقطه يتعمل في الكوارتر بس كده. طبعا التارجت ده صغير على فكره، واي حد كده كده هيعمل اكتر منه. لما تعمل 1000 نقطه في 3 شهور ده يعني معناها ده الحد الادنى. انت كده كده هتاخد عمولتك على 1000 نقطه مبيعات دي اصلا، كده كده هتاخد حقك، لكن هتاخد بقى حته زياده، فلوس زياده، فلوس اضافيه مجازا، هي مش من حقك ولكن هي فرصه انت مسكت فيها، هي ميزه الفاوندر. تمام كده؟ طيب تعالوا يا جماعه انا اوريكم تجربتي الشخصيه. تمام كده؟ وزي ما شفنا اهو، بصوا يا جماعه، سنه 2024 انا كنت من الناس اللي استفادت او اللي لحقت ميزه الفاوندر في الاول خالص. تمام؟ وبالتالي وعملت التارجت الصغير اللي بتعمل كل ربع سنه ده. وبالتالي اهو يا جماعه بصوا كده، شايفين الصوره ممكن تبقى ظاهره بس مقلوبه شويه. فاوندر بول كيو 1 2024. تمام؟ شايفين الحصه بتاعتي كانت كام؟ الحصه بتاعتي في الوقت ده دي فلوس زياده، يعني فلوس اضافيه. انا يعني انا عملت عمولات وخدت فلوسي وكل زي الفل. دي 218 دولار فلوس اضافيه، وخلي بالك احنا بنتكلم شركه لسه في اول سنه ليها. تمام؟ طيب هنا يا جماعه بونص كيو 2 الربع الثاني من السنه، وهنا كانت 200 الحصه بتاعتي يا جماعه اللي هي كانت جزء من 2%، كانت 254 دولار. طيب كيو 3 يا جماعه اهو، فاوندر كيو 3. تمام كده؟ كانت كام؟ كانت 221 دولار. تمام كده؟ طيب كيو 4 يا جماعه اهو، كيو 4 فاوندر بول بونص اهي، فاوندر بونص بول كيو 4. تمام؟ كانت 223. ده الكلام ده يا جماعه سنه كام؟ سنه 24. دي كانت اول سنه ان الشركه تاسست في 12 23، فانا كنت من الناس اللي لحقت في شهر 12، وبالتالي كده اخدت ميزه الفاوندر دي. طيب نيجي هنا يا جماعه السنه اللي بعدها، برضو انا الحمد لله محقق التارجتس كلها. تمام؟ كيو 1 25، ويمكن هتلاقوها 48 دولار. طب ده يفسر لك ايه؟ ده يفسر لك ان في المايكون اللي اتعمل في 2024 كان في برضو اسبوع في السنه كلها الناس دخلت فيه، ناس كانت عندها الفرصه انها تبقى فاوندر زيها زي القديمه، والاسبوع ده من بعده اتقفل الموضوع تاني. وعشان كده لما الفاوندر عددهم كتر، النسبه بتتوزع 2% على كل الفاوندرز اللي ايه، اللي محققين الشرط بتاع المبيعات اللي هو ال 100 نقطه، قصدي ال 1000 نقطه. تمام؟ لو 1000 نقطه اللي واخد الباقه الجلوبال، و2000 نقطه اللي واخد الباقه البرو الصغيره. تمام؟ طيب الاسبوع اللي بعده او قصدي الكوارتر اللي بعده كيو 2 ربع تاني من السنه كانت 52 دولار. طيب بص بقى الاسبوع الثالث اللي هو كيو 3، بصوا يا جماعه كانت 100 اهي من تحت اهي، 112 دولار. طبعا كيو 4 اللي احنا فيه ده لسه ما نزلش. تمام؟ هينزل بعد ما يخلص شهر 12، يعني في يناير يبدا ينزل الاسبوع الرابع والاخير. تمام كده؟ وده اللي انا عايز اقوله لكم في نقطه الفاوندر. طيب الكلام اللي احنا بنحكيه ده في شركه لسه بقى لها يا جماعه دي السنه الثانيه ليها. وخليني اقول لك ان فكره ان الشركه تفتح الميزه دي اصلا يعني بعد المره دي في الغالب ممكن ما تفتحش تاني، لان كل ما السنين بتمر ميزه الفاوندر اصلا ما بتبقاش موجوده. ليه؟ خلاص اصل هم دول المؤسسين واللي بنوا الشركه واللي اسسوا واللي عملوا وظبطوا، فمش هيفضلوا طول الحياه يعني الشركه تدي الفرص دي للناس. واضحه؟ طيب تعالى اوريك بقى اشخاص تانية في شركات تانية، الشركات عدت عليها فوق ال 10 سنين وال 15 سنه. تعال نشوف ساعتها الحصه بتاعتهم كام. يعني انا دلوقتي لسه شركه بقى لها سنتين، فبنتكلم في 200 دولار مش عارف كام دولار كام دولار. تعال بقى شوف ارقام لما تشوف الدنيا لما تكبر مع شركات تانية، طبعا مش احنا بس، دي بفهمك الرؤيه الكبيره بتاعت الموضوع، عشان احنا ان شاء الله داخلين فيها 10 سنين 15 سنه من دلوقتي. الميزه اللي انت لحقتها دلوقتي دي شوف هتوصلك لفين بالاستثمار بتاعك والمجهود بتاعك. تمام؟ طيب بس شايفين كده يا جماعه اهو احد الاشخاص في كوارتر اهو يا جماعه كيو 3 في 2018. دي شركه من الشركات عموما اجنبيه، مش هنا في مصر خالص، مش هنا في الوطن العربي يعني. كيو 3 2018 يا جماعه الشخص ده خد بونص كام؟ خد بونص اهو 12000 دولار في الربع سنه. انت متخيل؟ الحصه الواحده او السهم الواحد. تمام؟ 12000 دولار يا جماعه 85. تمام؟ خليني اوريك واحده ثانيه اهو. اهو كيو 4 2018 برضو يا جماعه كام؟ 11000 دولار 44 444. تمام كده؟ خليني اوريك واحده كمان ثانيه اهو كيو 1 2019. تمام كده؟ كانت كام؟ كانت 10000 دولار 470. انت متخيل الحجم الارقام اللي هتكون فيها المستقبل رايح فين؟ فبالتالي هي دي بقى ميزه ان انت تكون واحد من الناس كده كده انت عايز تستفيد من البيزنس موديل، بس مفيش انسب من ان انت تبقى في الباقه دي. الباقه دي طبعا يا جماعه الموضوع اصلا هو ليميتد اصلا يا جماعه، والشركه شرطها بشرطين، يا اما الكميات بتاعت الباقات المتاحه اصلا تخلص، يا اما يجي يوم محدد. وبالتالي احنا بنتكلم اللحظه اللي بصور بيها الفيديو احنا بنتكلم في 48 ساعه